الطيبي لقاء وطنيا لفائدة الشباب والطلبة. اللقاء يأتي في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثالث، وتم خلاله تدارس وضعية المنظومة التعليمية والوضع بالجامعة. قيس محسن عبد العليات. شباب وطلبة باختلاف توجهاتهم الدراسية قدموا للمشاركة في هذا اللقاء الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، وفي جدول الأعمال دراسة المنظومة التعليمية الوطنية وتبادل وجهات النظر حول العديد من النقاط التي قد تساهم في تحسين مردودية الجامعة المغربية. اليوم كنلتقيو في لقاء وطني لطلبة شبيبات جبهة القوى الديمقراطية ولدراسة مجموعة قضايا تخص التعليم والإصلاح المنظومة التعليمية، وكذلك نقاش حول المجلس الأعلى للتربية والتكوين. تجديد الأفكار وتحيين بعض الوثائق في إطار التهيئ للندوة الوطنية الثالثة لمبادرات الشباب المغربي، إضافة إلى التداول حول مجموعة من القضايا التي تهم شباب حزب جبهة القوى الديمقراطية، هي من بين أهداف هذا اللقاء. احنا في مناقشة القانون الأساسي والميثاق الفكري والأدبي والسياسي، وحنا بدورنا تنعرفوا بأن تأطير الطلبة هو رهان مستقبلي النهوض بمستقبل السياسي المغربي. اللقاء سلط الضوء كذلك على بعض القضايا الوطنية الراهنة، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وكذا النهوض بالرأسمال اللامادي. نشكر متابعتكم لها، وإلى اللقاء.